والعيش بايظ بالمنظر ده. فانت فراوله، دومتي الجديد تايجر جبنه اسطنبولي. شفت الكولا دي قبل كده؟ وتحدي حراره دوريتوس. كل ده فيديو اجدد سناكس نزلت في الاكشاك لعيد السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. خلينا نعمل لايك وشير وخلينا نبدا ونشوف السناكس دي عشان اول مره اجربها النهارده. لقيت تايجر منزل اطعمه جديده، تايجر بطعم الجبنه الاسطنبولي. كاتب ورا فيه ميكس تشيز وسموكي تشيز، بس ده بس اللي لقيته عند الكشك. ده ب 5 جنيه. ده شكل الشيبسي بتاع تايجر نفس الشكل. جبنه اسطنبولي. هو شيبسي بطعم الفلفلايه اللي بتبقى على القالب بتاع الجبنه الاسطنبولي من فوق ده، بس هو مش حراق، طعم الجبنه حلو. انا فاكر موضوع الفلفلايه اللي على الجبنه ده، مش عارف كان تايجر برضو اللي منزله ولا كان شركه ثانيه. حلو قوي لو بتاكل سندوتشات كده الصبح او بتفطر الصبح وهتاكل تايجر جنبه. المفروض ان دومتي منزله اطعمه جديده واطعمه غريبه شويه. دي حاجات انا كنت جبتها: شوكولاته بالبندق، جبنه كريمي بطعم السي فود المدخن، جبنه كريمي لايت في خبز رده. تاج 13/6 وصلاحيه 8 ايام، للاسف مده صلاحيتهم انتهت. هنجرب النهارده الجبنه كريمي بطعم البيتزا. الخبز اسمه خبز بابريكا. دومتي دي ب 10 جنيه، مسمينها دومتي سوبريم ساندويتش. صلاحية 8 ايام، النهارده 30/6 يعني 5 ايام، والعيش بايظ بالمنظر ده. هنسكيب دومتي النهارده لان وارد يكون سوء تخزين، مش عاوز اقف عند دومتي كتير. هو اصلا المفروض رسمي مده صلاحيته انتهت، شكل العيش طازه وكل حاجه يعني. دي فانتا فراوله جيلي. كان في فانتا نزلت قبل كده، فانتا فراوله، وكانت نزلت من 10 سنين، وانا بصراحه كنت بحبها ومعرفش اختفت ليه. دي اتباعت لي ب 10 جنيه. طب بتعملوا ايه بقى؟ الخطوطه بتاعتها فارت بسرعه قوي، لونها حلو جدا وطعمها جامد جدا. لو ليك في الاطعمه المسكره كده فهتحبها قوي. جامده قوي الفراوله دي. فلو كنت اي حد كان جربها يا ريت تكتب لنا رايه تحت في الكومنتات. الكوكاكولا دي انا اول مره اشوفها في الاكشاك. التيميت ليميتد اديشن فليفر ليج اوف ليجندز، طعم ليميتد اديشن، وهي زيرو سكر. وبرده البتاعه دي اتباعت لي ب 10 جنيه. الديزاين بتاعها وشكلها صايع جدا. شفتها في اي ثلاجه هتشتريها. بص كميه الصودا عامله ازاي. لون الكولا فاتح قوي وفيها كميه صودا يعني رهيبه. بصوا متحوطه بصودا من كل حته. من ناحيه مختلفه عن الكولا زيرو، فهي فعلا طعمها مختلف. هل هي احلى؟ حاسس فيها طعم كده شبه قصب السكر في الاخر. هو طعم مش عارف اوصفه قوي، بس يعني هو مسكر شويه. فكطعم هي بصراحه حلوه، مختلفه كمان عن اي كولا دايت او اي حاجه دايت دقتها تانية. وده ياخدنا على التحدي الاصعب بقى النهارده. دوريتوس منزله تحدي الحراره 3 مستويات: المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث. المستوى الاول مسمينه حريف ومكتوب عليه تقدر على اللي جاي. المستوى الثاني اتكيف لسه اللعبه هيسخن. والثالث مكتوب مخيف كده جبت اخرها. طالما هنعمل تحدي حراره فانا جبت الجهينه الرايب ده معايا، يعني تحسبا يعني لاي حاجه هتحصل. التحدي كله على طعم الفلفل الحلو. اول ليفل في حراره، وحراره طعمها لذيذ بصراحه، مش حراره اللي هي الرخمه، فحراره تقدر تستحملها عادي. الليفل الاول من الشطه تمام غالبا ما فيهاش حاجه. تاني مستوى حراره كيف، ده ب 5 جنيه بقى. اللون ابتدى يحمر شويه عن اللي قبلها. طعم الحراره زاد شويه، بقي بدا يبقى فيه حراره، بس انت برضه هتستحمله عادي. هتحس ان الموضوع رخم يعني في بقك، خصوصا لو انت بتحب حاجات الحاره. المستوى الثاني بص، مستوى الحراره الثالث مخيف. ازاي يا عم الحاج؟ هنا بقى اللون بقى احمر جدا، اللي هو بقى انت ايه، استعد. ده هنا الحراره صعبه قوي، انت مش حاسس بطعم اي حاجه تانية، بس حاسس ممكن تاكل منه برضه. انت ليه تعمل في نفسك كده يا معلم؟ تهيألي مع بق لبن واحد يعني الحراره خلاص بتروح. انا قلتها قبل كده، الناس اللي بتحب يعني جلد الذات كده البتاع ده هيعجبهم جدا، الليفل الثالث بالذات. الحمد لله عديت ال3 ليفلات. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير الفيديو. شكرا جدا ليكم، كل سنه وانتم طيبين، سلام.